كتاب الموتى هو كتاب مش معمول عشان يوصف فيه أحداث أو أي حاجة، لأ، كتاب الموتى كان كتاب ديني عند المصريين القدماء. كان المصري القديم بيستعين بيه علشان يقدر يوصل العالم الآخر. زي ما تقدروا تقولوا كده كان بيغش تقدروا تقولوا كده كان بيغش من الكتاب ده المعلومات اللي هو المفروض يعرفها في العالم الآخر. الكتاب ده يا جماعة مهم جدا. الكتاب الكتاب ده مهم جدا، لازم نعرفه علشان نعرف ايه الحاجات المشتركة ما بين الفكر القديم والفكر الحديث. هتلاقوا ان في حاجات متشابهة، زي مثلا رقم 7. عندنا ليه رمزية كتيرة في الرموز الدينية عندنا، وكذلك عند المصريين القدماء. المصري القديم كان مؤمن ان العالم الآخر فيه 7 بوابات. ال7 بوابات دول كان لازم المتوفى يعرف اسم الحراس اللي هم واقفين دول. زي ما انتم شايفين كل بوابة عليها حارسين، الأسامي بتاعتهم لازم يعرفها، وكمان لازم يتلو الصلاة أو التعويذة اللي خاصة بكل بوابة، وهو مفروض يعدي بوابة بوابة علشان يقدر يوصل للعالم الآخر عند أوزير، ويبتدي بقى يدخل في المحكمة ويدخل في حاجات كتيرة جدا. العالم الآخر عند المصري القديم مش مرحلة واحدة، دي أكتر من مرحلة. علشان يوصل للجنة دي حاجة صعبة جدا بالنسبة لهم، لأن الجنة كانت عندهم ما كانش بيدخلها غير الناس الأتقياء اللي ما عملوش غير كل ما هو كويس. فزي ما انتم شايفين دي رسمة المتوفى كاتبها علشان يستعين بيها بأسامي الحراس، وكمان التعويذة اللي خاصة بكل بوابة. شكل البوابات ده اختلف من مرحلة للتانية. هنلاحظ في الدولة الوسطى ظهرت لنا البوابات دي على شكل تراكات، يعني تراك كده حوالين أوزير، وهو المفروض المتوفى يعدي التراك ده. التطور حصل في الفكرة المصري القديم في أكتر من حاجة، في الفكرة الديني، واللغة كمان كان فيها تطور. اللغة عند المصري القديم ما كانتش ثابتة. طب هتقولي لي يا نيرفانا ليه الحاجات دي ما كانتش ثابتة؟ لأنكم لا تتخيلوا مدى طول الفترة الزمنية اللي أنا بتكلم فيها. أنا بتكلم عن 3000 سنة. إحنا دلوقتي عايشين مثلا ولنفرض بقالنا 50 سنة. 50 سنة دي بالنسبة للمصريين القدماء لا شيء، فأكيد حصل تطورات ما بين الحياة اللي احنا عايشينها وما بين حياة أجدادنا وما بين حياة أجداد أجدادنا. التطور في اللبس، في الأكل، في الشرب، وكذلك عند المصريين القدماء. المشكلة بقى عندنا ان احنا لما بنيجي نحكي القصة انتوا بتفتكروا ان القصة دي حصلت في يوم او اتنين. لا، التطور ده قعد فترة يتطور معانا لغاية لما وصل لنا بالشكل النهائي، اللي هو في العصر اليوناني والروماني المتأخر. أضافوا عليه الكثير من الأفكار اللي كانت داخلة عن الحضارة المصرية القديمة. فاحنا لازم نعرف دي ظهرت امتى ودي ظهرت امتى ودي ظهرت. كتاب الموتى يا جماعة ما ظهرش في عصر خوفو، ما ظهرش في عصر الدولة القديمة، لا، بدأ يظهر بوادره في الدولة الوسطى. بس مش كتاب موتى ككتاب موتى، لا، زي كتاب الطارقين، متون التوبيت، وهكذا. والموضوع بقى بدأ يتغير ويتطور في الدولة الحديثة. فلما يجي حد يقول لي مثلا كتاب الموتى، أقول لهم لا يا جماعة، دي مرحلة من مراحل الديانة المصرية القديمة، وكل متوفى بيختار فصل أو فصلين أو زي ما هو عاوز الفصول اللي هو عاوزها من كتاب الموتى. كتاب الموتى كبير ومتنوع، وزي ما انتم شايفين أنا كل فترة بحاول أشرح لكم مرحلة مرحلة، لأن كل دي مراحل في كتاب الموتى اللي هو الخروج إلى النهار. لأن المصري القديم كان مؤمن إن حياة الدنيا هي الظلمات، وإن حياة الآخرة هي النهار، وهي دي الحقيقة يعني.